تعالوا نشوف مشهد جميل لمصري أصيل حنين طيب اعتاد على إنه ياخد الأطفال يجيب لهم وجبات من مطاعم مشهورة. والله لسه الخير فيكم يا مصريين. بس احنا جايبين لك والله. ماشي الحمد لله. الحمد لله. انا عاوز بعد اذنك عاوز اروح معاك. تروح معايا فين؟ زي ما انت وديتها معايا انت بتوديها وانا ما بتودينيش ليه؟ البنت اللي قاعدة جنب الراجل اسمها مريم وهي مش بنته، لكن تقريبا هي كان عليها الدور إن هي تروح معاه تاكل في المطعم. فين؟ عايز تروح فين؟ زيها عاوز اروح زيها. تاكل في بازوكا؟ احنا ادينا لك معانا اهو اه. اديله حقه اهو. خدت حقك ناشف يا عم؟ بعد كده بقى اكني معاك زي مريم وتاخدوني كده عند المحل اللي انتوا رايحين فيه واركب ورا كده واكل معاكم. انت طالع العربيه بتتهجم عليا يعني؟ لا. ما انا شايفك طالع العربيه بتتهجم عليا. بص عامل ازاي؟ انت شوف انت قاعد لي ازاي؟ عايزك ازاي انا قاعد على الكرسي. لا انت مش قاعد على الكرسي. لا قاعد على الكرسي. كده قاعد على الكرسي يا جدعان؟ ايوه. ماشي يا عم. المره الجايه هاخدك معانا تاكل. بس احنا جايبين لك والله. ماشي الحمد لله. الحمد لله. يا أخي الحمد لله إن أنا شفت الوش الجميل بتاعك ده يا أخي، ربنا يجازيك خير ويعوض عليك خير يا رب اللهم آمين. لاقي كلام أوصفك بيه ولا أوصف بيه حنيتك، لكن واثق إن المشاهدين بتوعي هيوصفوك بأجمل الكلام في التعليقات. بجد بسأل الناس اللي بتتفنن في مشاركة الفيديوهات السلبية وإعادة نشرها، يعني الفيديوهات دي ما بتعديش عليك كده؟ ولو عدت عليك ما بتفكرش تشاركها كده وتفيرلها زي ما بتفيرل الفيديوهات السلبية؟